معمر القذافي. عايزين تعرفوا اتفرجوا على التلفزيون الليبي يا جماعه، ده التلفزيون الليبي فاصل كوميدي لا يتوقف. واحد مذيع بيتكلم عادي عادي، قاعد كده مذيع، وفجاه هوب راح ناطط تحت المكتب مطلع كلاشينكوف، ونحن معك يا زعيم، نحن معك يا باهي باهي يا قدامي، باهي باهي باهي، وهات يا صريخ وكله فداء الاخ العقيد. يا خبر اسود، لو الثوره نجحت والثوار نجحوا الراجل ده هيشوف ايام، ده هياخدوا الكلاشينكوف يحطوه في يا ريت على قد كده وبس، يا ريت على قد كده وبس. شوفوا بقى اللي عمله يوسف شاكير في ليبيا. مين بقى يوسف شاكير ده؟ عالم روحانيات ليبي بتاع جن وارواح. قذافي جابه علشان يطرد قوات الاحتلال، قوات التحالف قبل ما يخشوا، يعني عمال يطرد لهم من الحظر الجوي. والله هو بقى هو ده اللي هيخلص ان شاء الله، هو ده بتاع الروحانيات، ده اللي هيخلص. طلع على التلفزيون الليبي حاجات كده عجيبه، وقدامه منقد قاعد يرمي فيه مستكه وحبهان، وقاعد يبخر وحضر عفاريت عشان يطفش قوات التحالف والحظر الجوي من ليبيا. وقاعد بقى كن كان يا كن كان يا ملك الانس والجان، اظهر وبان عليك الامان، اظهر وبان. هو جه كان لسه اظهر وبان، وهجيب لك شوكولاته بس ترجع لي مصراته. كن كان يا كن كان يا ملك الجن والجان، اظهر وبان عليك الامان، هذبح لك خروف بس اشوف راس لنوف. كن كان يا كن كان يا ملك الجن والجان، اظهر وبان عليك الامان، هجيب لك مستكه وحبهان من عند العطار بس خلص لي من الثوار. غير الموضوع ونرجع نتكلم عن الوضع الليبي برضه. كلنا فاكرين لما القذافي قاعد يقول لك ان في بيحصل في ليبيا ده اصلا بسبب تنظيم القاعدي، كلها لا 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 تنظيم القاعدي ولا كده الا وكله مكتوب في الكتاب الاخضر. نمسك الكتاب، لا دي مش مكتوبه في الكتاب. طب ايه رايكم بقى ان الامريكان شايفين ان الوضع في ليبيا طول حبه على نفس الطريقه بتاعه القاعده؟ يعني القاعده ممكن تخش ليبيا، هم الرجاله مش هناك اساسا، الرجاله مش هناك اصلا. جون ماكين النائب الجمهوري بيقول لك كده. امال القذافي بقى كان شكله متاكد ليه وهو عمال يقول القاعده هتيجي وتخش في بني غازي وتخش في مع الثوار ومن انتم هنا عشان كده. ما هو يا اما الراجل ده عارف بلده كويس اكتر من اي حد في الدنيا، واصحابه سلاطين الجن اللي بيجيبوا له الاخبار دول اول باول، يا اما هو في الطراوه يعني وفاكر ان القاعده ده كانه فريق كوره اتغلب في الدوري الليبي فقرر يعمل ثوره عليه. هو اي كلام كده، هيفضل لغز رهيب بس هيحز في نفسي لما يمشي. مين هيضحكنا يا جماعه؟ مين هيضحكنا؟ ده هو كان بيضحكنا كده يعني لوس انجلوس تايمز كاتبه بتقول انهم مش عارفين يجمدوا كل فلوسه اللي بره، وان في حسابات ليه في حتت مش معروفه. الراجل عمال يحول فلوس لليبيا كل شويه كل شويه، وده طبعا بيفسر فكره انه قاعد لحد دلوقتي قادر يقاوم. كل شويه يروح يفك شويه فلوس ويروح يجيب كام حته سلاح من الحاج عربي بتاع السلاح اللي على ناصيه ليبيا هناك كده، ويرجع يضرب شويه الثوار او حبه من المتمردين زي ما بيسموهم. الدبابات تخسع شويه، كل يوم يروحوا كده على الوسطى جاد يغير زيت ويربط عفشه ويظبط زوايا ويمون ويرجع يحارب تاني. الراجل ده معاه فلوس، وطول ما معاه فلوس هيقاوم ومش هنخلص، وهتبقى عراق جنبنا تاني وده مش عارف ايه، وهيفضل قوات التحالف تحدف ازايز من فوق. الحرب ما بتتحسمش غير في الارض، مش هتتحسم الحرب. هيروحوا جايين يقول لك طب احنا نخش عشان يروحوا جايين محتلين ليبيا ومقسمينها يا اختي يا اختي يا اختي. نفس السيناريو بيتكرر تاني، نفس السيناريو. يعني عايزين تخلصوا بقى منه، عايزين تخلصوا منه، قلبوه. يعني عايزين يقلبوه كده في الاول، واخد بقى ايه، ازنقوه قلبوه. اول ما تزنقوه تقلبوه.
يقوم يخلص الفلوس ونخلص من الفيلم اللي داخلين عليه ده. في الاخر ما ننكرش برضه العلاقات بين الدول الجيران وبعضها حاجه مهمه جدا. يعني تونس وليبيا، احنا وليبيا، تونس وليبيا اتنين جيران ولازم العلاقات بينهم تبقى كويسه. يعني ده تونس وليبيا العلاقه بينهم وصلت ان الليبي بيطمن على نفسه في تونس اكتر من ليبيا. هتسالوني ازاي؟ اقول لكم في 13 ضابط وعسكري ليبي سلموا نفسهم للجيش التونسي على الحدود بعد اشتباكات دارت بينهم وبين الثوار الليبيين. الثوار زنقوا الرجاله اللي هم تبع القذافي على الحدود. قال لك اوبا، رجاله القذافي احنا لو وقعنا في ايدين الثوار هيقطعونا حته حته، شعره شعره، ويرمونا في زنجه زنجه. لا، دخلوا على التوانسه من انتم؟ قالوا احنا واقعين في عرضكم العربي.